of the sun. اليوم الشمس اختفات وهذه هي القصه ديالي. عاونوني، دابا الصباح بكري ومازال الظلام برا، ما فهمت والو. بديت تنسمع الانذار الخاص بالاعاصير في البلايص اللي حدايا، ولكن هادشي غريب بزاف حيت الجو صافي وما كاين لا اعاصير لا والو. فشنو طاري هنايا وفين هي الشمس؟ Panic is taking hold on the nation in response to the sudden disappearance of the sun, with violent riots taking place in just about every major city. We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780. الضو كيبقى يتقطع ويتسطلقي بوحديتو، وكنسمع شي ضجيج بزاف برا. هاد الضجيج مره كنسمعو قريب ليا بزاف ومره بعيد. ما قدرتش نعس كاع حيت تنسمع صوت ديال طاق ناري برا كيحاول يضرب شي حاجه. هذا النهار الثاني والشمس مازال ما بانت، مازال الظلام برا. ما فهمتش، ياك قال لك في الاخبار في حلول هذا الوقت هذا يرجع كلشي لطبيعته، ولكن حتى الان ما كاين حتى شي تغيير. والمشكله ان حتى الاخبار ما بقاوش خدامين. كنحاول نحافظ على البطاريه اللي عندي حيتاش الكهرباء ما بقاتش خدامه هنايا كاع، وخايف تسالي ليا وانا ما عندي حتى شي مصدر اخر ديال الطاقه. ودابا حتى الاشاره ديال التلفازه مشات وما بقيتش تنشوف والو، والضجيج اللي كاين برا مازال حتى الان، والبعض منه انا متاكد بانه طلق ناري، ولكن الضجيج الثاني انا ما متاكدش كاع شنو هو. وثق بيا ما بقيتش كاع كنعرف الوقت واش ليل ولا نهار. دابا باش نكون معاك صريح ما عمرني تخلعت لهاد الدرجه هادي، وهنايا قررت نخرج نشوف شنو طاري. شفت شي حاجه اللي ما نقدرش نشرحها لكم ولكن نقدر نوريها لكم. شوفوا. مازال كنترعدي من هاد الوقيته الصغيره اللي دوزت برا الدار. ما عرفتش داك الضو اللي كان كيفلاشي ولكن راه كان تابعني، وفاش نهز عيني باش نشوف النجوم اللي كانوا قبل، ولكن السماء كانت كحله تماما. ما فكرتش فيها بزاف حيت يقدر يكون بسبب السحاب ولا شي حاجه اخرى. وصلنا اليوم الثالث ومازال ما كاينه حتى شي علامه نرجع ضوء النهار، ومازال ما كاينه الشمس، والاجواء هنايا بدات كتولي بارده بزاف. عاد دابا داز واحد الشخص تيجري وكيغوت، وجوج من هذوك الاضواء اللي شفتهم البارح تابعينو بواحد الشكل اللي غريب. ويلا بغيت نجبد التليفون باش نصور لكم شنو كيطرا وما يختفيو. النهار الرابع سمحوا لي مشى الريزو وكنت خايف ما يوليش يرجع. فهاد النهار هذا طرات واحد الحاجه اللي في شكل ما كنسمع حتى شي حس برا، وكاين واحد الهدوء في شكل. فجيت نركز ونفكر شي شويه لقيت بان حتى داك الطاق الناري ديال البارح ما بقاش. ويت عاد دابا دازت شي حاجه طايره من فوق الدار ديالي. ما قدرتش نشوف شنو داك الشيء حيت كاين بزاف ديال الظلام برا وما كاين حتى شي مصدر ديال الضوء، ولكن دازت عليه واحد الموجات ديال الحراره. حسيت بحال اللي درجه الحراره ارتفعت. بزاف منكم كيحسب ليه بان هذا الصوت نتاع شي طياره عاديه، ولكن الا قارنتي صوت نتاع الفيديو اللي قبل وصوت نتاع طياره عاديه اللي كنت صورت لكم في النهار الاول، غتلقى بان ما كاينه حتى شي علاقه بيناتهم. ما عرفتش شنو هذا الشيء بصراحه، ولكن هذه راه ماشي طياره عاديه. الحمد لله مازال واحد من الاصدقاء ديالي حي، وها هو عاد صيفط لي ميساج. الصاد عافاك قول لي واش مازال حي؟ مازال حي، ولكن فين كنت في هذا الوقت كامل؟ صونيت لك تقريبا اكثر من 40 مره. سمح لي الصاد، تليفوني ديشارجا ودابا عاد لقيت كيفاش ندير نشارجيه. انت باقي في الدار؟ انا مازال في الدار. مزيان، انا باقي لي شي يومين ديال الطريق ونوصل عندك. ما كنظنش بانها فكره مزيانه. وعلاش؟ شنو شفتي؟ واخا نقولك الصاد ما غاديش تيقني. عندنا واحد المشكله اخرى.
الشخص فاش طلعت من الترجم لقيته قدام الباب ديالي وعاطيني بظهرو كيشوف في الشارع. ما عرفتش الصراحه فوقاش هو هنايا. هو مازال واقف حد الان وما تحركش كاع. وقيلا نصيفط ميساج لصاحبي ونسولو عليه. حيد من حدا الشرجم دابا وطفي الضو وما تهضرش معاهم وما تخلي حتى شي واحد يدخل للدار. بلا بالك شي ضو كيشعل ويطفى تخبى. الشخص اللي كان واقف برا مشى وما بقاش كاع. ولكن عاوتاني ولات عندنا مشكله اخرى. كلشي مزيان ما تخافوش. دابا انا راه مخبع في البيت ديالي كنتسنى هادشي يوقف. داز شويه ديال الوقت ودابا ما كنسمع حتى شي دقان. ولكن في نفس الوقت ما باغي نمشي حتى شي بلاصه ولا نخرج نشوف شكون كان يدق. وما تخافوش راه عندي باش ندافع على راسي حتى لو وقعت شي حاجه خطيره. اليوم الخامس. الا عارف فيكم شي واحد شنو طاري يصيفط لي ميساج ويقول لي شنو واقع. النمره ديال البوليس ديال الطوارئ ما خداماش كاع. والراديو الوحيد اللي عندي هو اللي كاين في الطوموبيل على برا. داكشي علاش نحاول نجمع على ما قديت من المعلومات. واه جاني واحد الميساج ما فهمت فيه حتى شي حاجه. السلام اخي، انا من كولومبيا البريطانيه. ما عنديش معلومات كثيره على شنو طاري دابا، ولكن عارف واحد الحاجه. ما عمرك تشوف داك الضو الاحمر اللي شفتيه ديك النهار. ما عمرك الا مشيتي شفتيه وطاحت عينك في عينه غادي تولي بحال داك الراجل اللي شفتيه البارح قدام دارك. وجاتني رساله اخرى من الصديق ديالي وهاد الرساله باينه ما كتبشرش بالخير. عندي ليك خبار زوينه وخبار خايبه. الخبار الزوينه هي قربت نوصل عندك، والخبار الخايبه هي تسالي الليسانس. وما كتبان لي حتى محطه الليسانس هنايا قريبه، حيت راك عارف كاع الماكينات اللي كيستعملوا الليسانس خدامين بالضو، وملي تقطع الضو ما بقى حتى شي حاجه خدامه. ودابا شحال باقي لك تقريبا باش توصل عندي؟ مازال لي تقريبا شي 8 ولا 9 ديال السوايع. ماشي قريب ليا حتى ليك الدرجه اللي كنت نتصور. انا بصح متردد دابا وما عرفتش واش نمشي عنده بالطوموبيل ديالي اللي على برا ولا نقص في الدار. وكنظن حتى نتوما توقعتوا شنو غندير، واللي هو غادي نسمح فيه وما غاديش نمشي عنده. بلاتي كنسمع شي خوات برا.